السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا كرام. امبارح بيصلني سؤال على الماسنجر، أنا ختمت ختمة واحدة وهل أزيد بالاستغفار أم أبدأ بالختمة الثانية؟ طبعا أنا نصحته في الاستغفار ولزوم الاستغفار والتحليق في الاستغفار، وإذا بقي له من الوقت شيء فليعمل ختمات أخرى. المشكلة إنكم أنتم بتعرفوا شو معنى الاستغفار. سبحان الله، في سورة نوح الله جل جلاله يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا بالاستغفار ويمددكم بالاستغفار بأموال وبنين بالاستغفار ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ثم يعقب الله جل جلاله: ما لكم لا ترجون لله وقارا. يعني لماذا لا تعظم الله بكل هذا العطاء وأنت تستخف بالاستغفار؟ أنت لست الشافعي الذي كان يختم في رمضان كل يوم ختمتين، أنت لست في ورع الشافعي، أنت إنسان مغموس في الحرام. أنت مغموس في الحرام، تتنفس حرام، تأكل حرام، كل شيء من حولك فيه حرام، إن نظرت لحرام. هذا زمان اجتمع فيه سيئات الأقوام السابقة مع سيئات هذه الأقوام، يعني ما تركنا من الذنوب إلا واقترفناها. فمنا من هو ساقط في الإباحيات، ومنا من هو ساقط في الربا، ومنا من هو ساقط في الغيبة والنميمة، ومنا من هو يأكل الحرام أو يسب يشتم، سوء خلق، حسد، بغض. نحن في زمن من أسوأ الأزمنة، زمن لن ينجو فيه إلا المستغفر. أنت تريد أن تعد الحسنات، لكن عليك جبال من الذنوب. توب إلى الله من ذنوبك وأقبل على الله بالاستغفار، ولا تستخف بالاستغفار. إن أردت أن يغير الله لك واقعك بعد ليلة القدر، فوالله نصيحة من أخ وحطها برقبتي، إنك أنت اترك ذنوبك والزم الاستغفار واختم، لو كانت الختمات قليلة لكن حلق في الاستغفار، أكثر من الاستغفار، اجعلها بعشرات الآلاف. نعم، هناك ذنوب تحتاج إلى آلاف مؤلفة من الاستغفارات. نعم، إن أحدكم ليحرم الرزق بذنب يصيبه، والرزق أن تصيب ليلة القدر، الرزق مال حلال، الرزق ولد صالح، الرزق يوم هني، الرزق هو طعام طيب، الرزق كل شيء تبحث عنه. ليس الرزق هو المال الذي سيطغيك أو الولد الطخيخ الذي سيؤذيك، الرزق هو كل شيء طيب تبحث عنه. وإن أحدكم ليحرم الرزق بذنب، وقد تكون كلمة تكلمتها فتجعل كهذه الكلمة تهوي في جهنم 70 خريف. إن أحدكم لا يتكلم الكلمة لا يلقي لها بال تهوي به في جهنم 70 خريف. الزموا الاستغفار، فوالله إن الاستغفار أولى العبادات بعد الصلاة المكتوبة. نصيحة لك، إذا كان تجارتك معطلة الزم الاستغفار واترك ذنوبك. إذا كان الزواج معطل اترك الذنوب والزم الاستغفار. إذا كان عدو مسلط عليك اترك الذنوب، فقد سلطهم الله عليك بذنوبك. نعم، إن أحدكم لا يحرم الرزق بذنب. الذنب غيبة، نميمة، ذنوب خلوات، سقطات، حسد، سحر، أكل حقوق، عري، سمي ما تشاء. نعم، هذه ذنوب، كلها ذنوب. تأخير صلاة، عدم صيام، هذه ذنوب. في هذه الذنوب يحولها الله عليك لديون، لهموم، لأمراض، لأسقام. فإذا تركت الذنوب سيرفع الله عنك. والاستغفار هو مدرار الرزق، الاستغفار مدرار كل شيء مفقود عندك. فإذا تجارتك معطلة اترك ذنوبك والزم الاستغفار، وسيدر الله عليك الرزق مدرار والله. ويمددكم بأموال وبنين بالاستغفار، ويزيدكم قوة إلى قوتكم بالاستغفار. نعم، وأن استغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. والمتاع الحسن فيش تجارة معطلة، ما فيش عدم زواج، ما فيش يعني أمور معطلة. فإذا كان عندك تعطيل اعلم إنك أنت السبب، وإذا تأخر عليك الفرج اعلم إن ذنوبك هي السبب. والله ما في شيء، لا بدك كورسات جديدة ولا بدك حدا يعلمك شو تعمل. إذا أنت تبت إلى الله، والله إذا أنت تبت إلى الله معناها التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا أنت تبت من هذه الذنوب وتركتها ولزمت الاستغفار، كل شيء معطل في حياتك سينفتح. طب أنا مش عارف أفتح مشروع، أروح أتعلم. إذا بتلزم الاستغفار الله سيسوقك إلى ما خلقت له، كل يسر لما خلق له.
فذنوبك حالت بينك وبين انك انت تصل الى الوجهة التي خلقك الله لاجلها، وفيها تسعد وفيها ترضى وفيها يغنيك الله من فضله. فهمنا ان الذنوب هي الطامة الكبرى، وقلة الاستغفار هي سبب المنع. خلينا نلزم الاستغفار بالليل والنهار. فالاستغفار في رمضان وبغير رمضان أولى من كل العبادات، لأنه هذا الماء الذي تروي فيه العبادات كلها. يعني الاستغفار هو مفتاح خزائن الله، ولا نفرط في الدين من شيء، لا نفرط في ختمات ولا نفرط في قيام ولا نفرط بشيء. مع الاستغفار والله ستختم أكثر وستصلي أكثر وتزيد في طاعتك أكثر، لكن بدون الاستغفار، لأنه الذنوب ثقيلة عليك، الذنوب ثقيلة، فستثقل كاهلك من أن تعبد الله كما يحب الله ويرضى، وستثقل كاهلك أنك تقوم وتكون نشط وتتاجر. ستثقل كاهلك هذه الذنوب. ارميها، اترك الغيبة والنميمة، اترك الربا، اترك. كيف تتخلص من الربا؟ بالاستغفار. الزم الاستغفار واكثر وابحر، تبدا تاتي الارزاق. فاذا كان عندك قرض ربوي يقول يا رب انا خلصت، ما عدتش اجدد اي قروض، وشد حالك بالاستغفار بالليل والنهار، يمددكم باموال وبنين. بهذا الاستغفار تبدا مسارب الرزق تاتي، وانتهي من كل الذنوب. كل ذنب باخرك الى الخلف. شد حالك، كلما شمرت اكثر، كلما فتح الله عليك أكثر، كلما جاءك الرزق أكثر، كلما جاءتك السعادة أكثر، كلما هدأ بالك أكثر. من لازم الاستغفار. شو بقول لك الرسول عليه السلام؟ من أراد أن تسره صاحبته يوم القيامة شو يعمل يا رسول الله؟ قال فليكثر من الاستغفار. طوبى لمن وجد في صاحبته استغفارا كثيرا يوم القيامة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. في محتل بضيقك، في ديون ضيقتك، في تجارة معطلة، في زواج معطل، في أمراض، في أسحار، من كل هم فرجة سيجعل لك الله في لزوم الاستغفار. ومن كل هم فرجة، ومن كل ضيق مخرجة، ويرزقك من حيث لا تحتسب. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. إن الاستغفار هو الحلقة المفقودة التي تبحث عنها الأمة، والطامة الكبرى إنها الذنوب التي نتجرأ على الله فيها. انتبه، كلمة واحدة قد تودي لك بأنك تشتغل سنين دون أن تجني شيء، لكنك إلى الخلف سر ديون وهموم وكروب، إنك أنت لربما سبيت واحد أو ظلمت واحد أو أكلت حق واحد. توبوا إلى الله وعيشوا حياة طيبة كريمة ملء العز. إن شاء الله يرفع عنا الغمة ويمكن لنا في الأرض، ويمكن لك في بلدك، في بيتك، في تجارتك، في رزقك، في كل شيء. الله يفتح عليكم ويرضى عليكم. رمضان سعيد ومبارك. أنت مشكلة انك تركض الى الامام، تركض الى الامام مثلا ختمات، قيام، ولكنك ترجع الى الذنوب وتستمر في ذنوبك ولا تتركها ولا تستغفر عليها. لو لم تخطئوا لاستبدل الله قوما غيركم فيخطئون فيستغفرون، لكنك لا تستغفر. انت تسير الى الامام ولا تستغفر، وانك تتجرأ على الله في هذه الذنوب. اترك كل حرف، كل ذنب، اترك وشوف الخير، شوف العطاء بلزوم الاستغفار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاستغفار هو يعني يمحى هذه الذنوب التي هي جعلت بينك وبين الله ساتر، يمنع استجابة الدعاء، يمنع الرزق أن يأتي إليك. فلما بتستغفر وتكثر يهدم هذا الساتر أو الحاجب الذي بينك وبين الله، فيستجيب الله لك ويرزقك من كل مكان. السلام عليكم.